أعلن الفنان أحمد السقا عن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام 26 عام عبر حسابه على فيسبوك، وأكد إن الانفصال حصل منذ 6 أشهر وإن الطلاق الرسمي تم قبل شهرين. الرسالة المنسوبة للفنان أحمد السقا جت كالتالي: عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 أشهر، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا، وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وشكرا. وكمل كلامه قال: وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان، ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا. تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها. وفوجئ متابعو النجم أحمد السقا بحذف بيان طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير اللي نشره على موقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب تعرضه لانتقادات لاذعة من جمهوره بسبب الطريقة التي تم بها صياغة البيان، والتي اعتبرت متدنية وجعلته موضع لوم شديد، وبالأخص عندما وضع كلمة الستر ما بين قوسين. فتم حذف هذا البيان وإعادة تعديله لاحقا، فحذفت منه بعض الفقرات التي فهم منها وجود خلافات، وغير إعدادات الخصوصية ليظهر المنشور لأصدقائه فقط، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه تم حذفه. وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر بشكل كبير، حيث عبر الكثيرين عن حزنهم لانتهاء علاقة استمرت لأكثر من ربع قرن، في حين اعتبر البعض أن الانفصال شأن شخصي ويجب احترام خصوصية الطرفين. أسفر زواج أحمد السقا ومها الصغير عن 3 أبناء هم ياسين ونادية وحمزة، ويعرف أن أحمد السقا بحرصه الشديد على إبعاد حياته الأسرية عن الأضواء رغم شهرته الكبيرة. والتقى أحمد السقا بمها الصغير لأول مرة عند الأهرامات أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وهي الهواية اللي جمعتهم هما الاتنين، وسرعان ما تحولت هذه الصدفة إلى قصة حب انتهت بزواج أسطوري حضره كبار النجوم مثل عادل إمام وعمرو دياب وأحمد حلمي.